البنت اللي قدامك في الصورة دي اسمها انتصار، عندها 29 سنة ومن محافظة القاهرة. انتصار عملت جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تتخيلها في حياتك، جريمة عقلك أصلا مش هيقدر إن هو يستوعبها. طول عمرنا بنسمع إن الأخ ممكن يغتصب أخته، لكن اللي عملته انتصار واللي هتسمعه معايا في الفيديو ده حاجة فوق تصور العقل البشري. تقدر تقول عليها بني آدمة حقيرة، بني آدمة سافلة، بني آدمة ما تربتش، قول عليها زي ما انت عايز تقول، ولكن برضه في الاخر مش هتقدر توصفها بالوصف اللي تستحقه من بشاعة الجريمة اللي عملتها. يا ترى انتصار عملت ايه؟ وايه الحاجة الفظيعة اللي عملتها اللي تخلينا نوصفها بالوصف البشع ده اللي هنعرفه مع بعض في فيديو النهارده. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ عايزك تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تذكر الله وتقول لا اله الا الله. انا محمود طارق وده برنامج في المستخبي. بتبدأ حكايتنا سنة 2020 في محافظة القاهرة، بالتحديد في مدينة السلام. بتعيش انتصار اللي كان عندها 29 سنة مع أبوها وأمها وأخوها هاني اللي كان أصغر منها بسنتين. انتصار كانت بنت جميلة جدا، معروف عنها الأخلاق الكويسة بين كل الناس اللي يعرفوها، وكل الناس اللي تعرفها تشهد لها بكده. عمرها في حياتها ما كانت بتخرج من البيت لوحدها أبدا، على طول لما كانت بتخرج يا إما كانت بتخرج مع أبوها أو أمها او اخوها هاني. برضو عمرها في حياتها ما اتأخرت بره البيت ابدا. كانت دايرة المعارف بتاعتها صغيرة جدا ومحدودة، ما كانتش تعرف ناس كتير، هو يا دوب قرايبها واتنين تلاتة زمايلها، وكان الله بالسر عليم. وعلشان الموضوع ده ما كانش فيه عرسان بتتقدم لانتصار نهائي، والموضوع ده كان مسبب لها ازمة نفسية كبيرة جدا. كانت على طول بتحس ان قطر الجواز فاتها، وخصوصا ان كل زمايلها وقرايبها اللي في سنها اتجوزوا. انتصار كان ليها اخ اصغر منها اسمه هاني زي ما قلت لكم. هاني كان معروف عنه ان هو سمعته وحشه في وسط المنطقه اللي كانوا عايشين فيها، كان بيشرب مخدرات وبياخد برشام، وكل يوم كان بيرجع البيت سكران ومش قادر يصلب طوله. لحد ما في يوم من الايام هاني كالعاده راجع من بره، كان شارب وسكران وما كانش شايف اي حاجه قدامه، وبعد ما دخل اوضته وغير هدومه اتفاجئ باخته انتصار داخله عليه الاوضه بقميص النوم، وراحت رايحه قاعده جنبه على السرير، واستغلت انه كان شارب وسكران، وابتدت ان هي تقرب منه وتشده ناحيتها، وفضلت تتحرش بيه في اماكن حساسه. قعدت تقول له ان هي تعبانه ومش قادره وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. طبعا في الوقت ده البيت كله كان نايم، وهاني طبعا ما كانش في وعيه، فالشيطان اتدخل واستغل الحته دي. ابتدى الشيطان يلعب في دماغ هاني لحد ما طاوع اخته، وبالفعل اقام معاها علاقه جنسيه كامله متكامله وهو مغيب عن الوعي تماما، لدرجة انه فض غشاء البقرة بتاعها وهو مش حاسس، ولا هي كمان كانت حاسة بأي حاجة. وبعد ما خلصوا هما الاتنين ناموا طبعا زي القتل، وبعد لما صحيوا الصبح تاني يوم فضلوا مستغربين جدا من اللي حصل، وقعدوا يبصوا لبعض وما كانوش مصدقين ان هما عملوا كده مع بعض نهائي. يعدي اليوم ده والدنيا تمشي ولا اكن حصل حاجة، وبعدها بيومين يرجع هاني برضه من بره وهو سكران ومش شايف اي حاجة قدامه، وبرضه اول ما يدخل البيت ويخش اوضته ويغير هدومه يتفاجئ تاني بانتصار وهي داخله عليه الاوضه ولابساله قميص نوم اشد من اللي قبل. تقريبا كده حبت الموضوع وقررت ان هي تكمل فيه، برضه تبتدي تقرب منه وتتحرش بيه في نفس الاماكن الحساسه. هوب هاني هو كمان يستجيب ليها بكل سهوله، وكانه هو كمان استحلى الموضوع على الاخر، ويقيم معاها علاقه جنسيه كامله متكامله لتاني مره. ومن اللحظه دي الشيطان فضل ملازم هاني وانتصار، وفضل محلي الموضوع ده في عينيهم لدرجة ان هم استمروا على الحال ده 5 شهور كاملين. 5 شهور وهاني كل يوم يرجع من بره سكران، وانتصار تستغل ده وتتشيك وتلبس له احسن قميص نوم عندها، وتقيم معاه كل يوم علاقة جنسية كاملة متكاملة لحد ما يناموا زي القتلة لحد تاني يوم الصبح. لحد ما يشاء القدر في يوم من الايام اخيرا يتقدم عريس لانتصار اسمه ماهر. ماهر كان عنده 32 سنة وكان بيشتغل مهندس. طبعا ماهر لما تقدم قعدوا الاتنين مع بعض وتعرفوا على بعض، وبالفعل يحصل ما بينهم قبول ويعجبوا ببعض وتحصل الخطوبة. ماهر كان كامل من مجاميعه، شقته جاهزة وعفشه جاهز وكل حاجة معاه متظبطة، كانش ناقصه بس غير العروسة اللي هتملى عليه البيت وتكمل معاه بقية حياته. ماهر كان مستعجل على الجواز جدا لدرجة ان هم اتجوزوا في 3 شهور بالظبط.
بالظبط، علشان يبتدوا مع بعض حياتهم الجديدة في سعادة زي اي اتنين متجوزين. تمر الايام والليالي، وبعد 3 شهور بالظبط من الجواز تظهر على انتصار علامات الحمل، وبالفعل يروحوا يعملوا تحليل وتطلع فعلا انتصار حامل. طبعا ماهر فرح جدا بالخبر ده، والفرحة ما كانتش سايعاه. ابتدى ان هو يشوف دكتور لانتصار علشان يبتدوا يتابعوا معاه الحمل، وبالفعل يروحوا الدكتور. وفي اول زيارة للدكتور تحصل المفاجأة. الدكتور بيأكد لهم ان فعلا انتصار حامل، ولكن هم اتأخروا جدا لحد ما جم، لانها حامل في الشهر الثامن وفاضل لها شهر واحد بس وهتولد. وهنا طبعا ماهر ما كانش مصدق الكلام ويتصدم صدمة عمره. ماهر طبعا قال له ازاي يا دكتور اللي انت بتقوله ده، احنا لسه متجوزين من 3 شهور بالظبط، ويا ريت تتأكد تاني من الكلام لان انت ممكن تكون غلطان. الدكتور طبعا اكد له ان هي حامل في الشهر الثامن، وان هو واثق من اللي بيقوله 100%. طبعا طلع ماهر من عند الدكتور مش قادر يصدق ولا يستوعب اللي هو سمعه. ولما واجه انتصار وقال لها اللي في بطنك ده يبقى ابن مين، انتصار انكرت كل حاجه وقالت له ان اللي في بطنها ده يبقى ابنه، وطلبت منه ان هم يروحوا يكشفوا عند دكتور تاني. وبالفعل ياخدها ماهر ويروحوا لدكتور تاني وتالت. كل ما يروح لدكتور ياكد له نفس الكلام، ان هي فعلا حامل في الشهر الثامن، وان هي فاضل لها شهر واحد بالظبط وهتولد. طبعا رجعوا على البيت، واول ما وصلوا البيت ماهر اداها علقه موت، وفضل وراها لحد ما اعترفت له انتصار بكل حاجه، وقالت له ان اللي في بطنها ده يبقى ابن هاني اخوها. وابتدت ان هي تحكي له على كل اللي حصل، وطلبت منه ان هو يستر عليها. ولكن ماهر قال لها استر عليك ازاي، انت كده كده هتولدي كمان شهر، وكده كده الناس كلها هتعرف. بسرعه ياخد ماهر قسيمه الجواز ويطلع بيها على اسم شرطه السلام. اول ما يدخل الاسم يقابل رئيس المباحث ويبتدي ان هو يحكي له على كل حاجه. بعد ما حكى الرئيس المباحث بالفعل يبعت لهاني يستدعيه علشان يواجهه بكل اللي ماهر بيقوله. واول ما وصل هاني وابتدوا ان هم يواجهوه باللي ماهر بيقوله، قال لهم انا مش هتكلم غير لما انتصار اختي تيجي. وبالفعل رئيس المباحث يبعت يجيب انتصار. واول ما انتصار دخلت هاني يقول لها مش انت اللي كنت بتطلبي مني الحاجه دي، مش انت اللي كنت بتستغلي ان انا سكران ومش في وعي وتغريني بجسمك لحد ما حصل اللي حصل. طبعا انتصار ما قدرتش تنكر وقالت له ايوه حصل. طبعا بعد ما سمع ماهر ورجال الشرطه المواجهه اللي حصلت بينهم الاتنين، يقوم ماهر مطلق انتصار وهم في القسم وياخد بعضه ويمشي، ويتم التحفظ على هاني وانتصار. تمشي القضيه وتاخد مجراها ويتحكم على كل واحد فيهم ب5 سنين سجن. بس السؤال بقى هنا، يا ترى الطفل اللي اتولد ده ذنبه ايه؟ ذنبه ايه ان ينزل للدنيا لقيط ويكون ابن زنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يفكر انه يعمل كده، لانه للاسف مش بيأذي نفسه بس، ده كمان بيأذي كل اللي حواليه وبيأذي كل الاطفال اللي مالهمش ذنب في اي حاجه. وهنا لازم يكون للاب والام دور كبير جدا في مراقبه اولادهم، ويربوا البنت انها ما تقعدش قدام اخوها باي لبس قصير او باي حاجه ما يصحش ان هي تقعد قدامه بيها. ربنا يسترها يا رب علينا وعليكم ويبعد عنا وعنكم كل شر. لو كنت وصلت معايا للحظه دي فانا حابب ان انا اشكرك جدا، ويا ريت تسيب لي تعليق تحت الفيديو وتقول لي ايه رايك في قصه النهارده. ولو عندك اقتراح باي قصه عايزنا نحكيها يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتات. اشكركم جدا على المشاهده واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقضيه جديده.